تعالوا بقى نعمل الجاتو شاتو اللي بيتكلموا عنه، وبأسهل الطرق وبأبسط حاجات وأبسط مكونات موجودة عندك في قلب البيت. جبنا كوباية ونص من الدقيق ونخلناها وحطينا عليها ذرة ملح وباكو بيكنج باودر، وكل ده طبعا كنت نخلاه. وهنقلب بقى عشان البيكنج باودر. انا حاطه اللي هو الكيك شيف. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ بقى بالمكونات بتاعتنا. طبعا عندنا الصوص الشوكولاتة زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي فات، اللي ما شافوش يرجع له. كوباية من الزيت، كوباية من السكر، كوباية من اللبن، نص كوباية كاكاو، وضربناهم كويس في الخلاط. وهحجز منهم كوباية، وهنشوف هحجزها ليه. وعندي بيضتين اتنين، والبيضتين كبار. لو بيض كبير خدي بيضتين. بيض من الصغير هتاخدي 3 بيضات. وهحجز بقى الكوباية دي وهحطها خلاص في التلاجة، وهنشوف هنعمل ايه بقى. انا هنا حجزت من الكميه اللي انا قلت لكم في الصوص شوكولاته، حجزت منها كوبايه وعندها، وحطيت البيضتين زي ما احنا شايفين، وعليهم شعر من الفانيليا، ربع معلقه فانيليا او كيس فانيليا من الاكياس، وهضربهم. ولو ما فيش فانيليا مش مشكله، لان طبعا احنا حتى عاملين ايه الكاكاو فمدي ريحه حلو. وهحط عليهم برضو معلقه صغيره من الخل. هضرب الكميه بقى كلها في الخلاط وهرجع لكم. زي ما احنا شايفين ضربت الكميه كلها اهي في الخلاط، مفيش اسهل ولا ابسط من كده. وعند الدقيق نخلاه بالبيكنج باودر، هنصبه بقى فوق الخليط. بسم الله الرحمن الرحيم. قلب. شايفين خلاص اهي. وعندي الصينيه حاطه في قلبها زيت ومبدراها بالدقيق، وهننزل عليها بقى بصوص الشوكولاته، بالكيكه بتاعت الشوكولاته. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص سويتها واديتها خبطتين كده، وهدخلها الفرن وهنشوفها بقى ان شاء الله لما تطلع من الفرن هنعمل فيها ايه. زي ما احنا شايفين طلعناها من التلاجة وسبتها لحد ما بردت اهي. وجبت بقى الكوباية الصوص اللي انا كنت عيناه، وهنزل بيه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين عملتها بالصوص اهو خلاص. وهنبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم اقطعها التقطيع بقى اللي انت حابة تقطعيها. شايفين بقى الجمال والحلاوة. حطيت عليها صوص من الجنب. ايه رأيكم بقى؟ والطعم روعة. تحفة. ما تنسوش بقى اللايك، واقول لكم ايه، اترككم في رعاية الله وامنه وحفظه، وانتظروني في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.